حاجة اسمها الحيوية عند المرء، وإنها ممكن تضيع أو تختفي بسبب عادات معينة في يوم. يعني ممكن بسبب المناهدة الكتير أو الشغل الكتير أو الإجهاض، أو بسبب عادات وسخة زي عادات تانية. مش عايز أغوط في تفاصيل، ولكن انتي فاهماني كويس جدا. الطاقة دي في جسم الإنسان، سواء في الراجل أو المرأة أو الست عموما، يعني بتشتغل بنظام متكامل عن طريق هرمونات وأعصاب أو صحة نفسية. لما الإنسان يفرط في أي سلوك بشكل مفرط، أو يفرط يعني في طاقته ويعمل عادة مش كويسة، يعني عايز أقولك المشكلة مش في السلوك نفسه، ولكن في العادة والإدمان نفسه. وهنا المشكلة. بالنسبة للمرأة، في الإفراط في العادة بشكل قهري ممكن يسبب إرهاق نفسي أو توتر وقلق أو إحساس بالذنب أو فقدان التركيز. أحيانا ضعف في الطاقة العامة بسبب قلة النوم أو التفكير الزائد. دي حاجة من ضمن العادات يعني. لكن مهم نفهم الجسم مش بس بيخسر طاقة سحرية أو قوة خفية أو طاقتك انتي بالشكل اللي بيتقال. اللي بيحصل فعليا هو تأثير نفسي وعصبي بشكل خطير بسبب التكرار الزائد والإدمان. يعني الحل عايز أقولك مش إنك انتي تحاولي تتخلصي من، لا، أنا عايز أقولك الحل مش في الخوف أو جلد الذات. الحل في التوازن. يعني لما في سلوك يكون باعتدال مش مسيطر على حياتك بيبقى طبيعي. لكن لو حسيتي انه بقى عادة قهرية او بيأثر على يومك ونفسيتك، هنا لازم توقفي وتراجع نفسك. في شوية نصايح عملية هقولك عليها دلوقتي. ركزي معايا كويس جدا، ولو على الأقل يكون معاكي ورقة وقلم تجهزيهم وتكتبي شوية النصائح دي، عشان هتفيدك جدا يعني. وخصوصا هنا الستات، يعني العادات اللي ممكن تدمرها، أو الرجالة برضو، يعني الفيديو ده برضو مفيد برضو يعني للكل. عشان تحافظ على طاقتك أو تحافظي على طاقتك، نظمي يومك والعبي رياضة خفيفة، وحاولي تشغلي وقتك بحاجات مفيدة عشان ما تفكريش في العادة الوسخة، أو إنك انت تلجأي للحاجات دي بسهولة وترجعي تدمني عليها. وابعدي عن أي محفزات بتخلي السلوك يزيد. يعني إن كان مثلا العادة الوسخة دي، آسف، يعني المشاهدة في الأفلام الإباحية اللي بتخليك تعاني في العادة دي، حاولي بقدر الإمكان إنك أنت تكافئي نفسك على سلوك إيجابي ناحية إنك أنت ما تفرجتيش أو مارست العادة دي. تكافئي نفسك بإيه؟ بحتة شوكولاتاية، بحاجة مفيدة جدا شايفاها هتسعدك. أيا كان المكافأة اللي انت بتكافئي نفسك بيها، المهم حاولي تغيري الإدمان ده من إدمان سلبي لإدمان إيجابي، وتغيير العادة نفسها. واهتم بنفسيتك قبل أي حاجة. يعني حاولي تبقي في الشمس كتير، وتاخدي فيتامين سي، وتحافظي على صحتك النفسية، وتخرجي وتتفسحي. وحاول لو انت عندكم غيط، أو أنا بحاول أكلمك يعني لو انت في الأرياف، أو على الأقل لو انت في بندر أو مدينة أو أيا كان وحواليك كورنيش، تقدري تخرجي وتتفسحي وتتمشي شوية، وتشمي طاقة الهواء أو طاقة المكان اللي أنت بتتمشي فيه. الطاقة دي لوحدها بتعمل تغيير جوه نفسيتك أو الحالة بتاعتك الشخصية. بتخلي نفسيتك في هدوء تام، وبتكوني إيجابية وبتكوني مبسوطة، وطاقتك بتكون بتتجدد أو متجددة، أو بتكوني أنت بكامل طاقتك وبتستعيدي نفسيتك تاني. وفي النهاية طاقتك الحقيقية هي صحتك النفسية والجسدية، مش خرافات بتخوفك زي على السوشيال ميديا كتير يقول لك اصل اضرار العادة كذا وكذا. هو فعلا اضرارها زي واحد اتنين تلاتة اللي بيقولوا عليها
الأطباء أو العلماء أو الدكاترة اللي اجتمعوا عليها. ولكن برضو على قد ما في أضرار، على قد ما في علاج نفسي وتغيير نفسي أو جذري عن طريق الإدمان، تقدري تحولي الإدمان الشخصي من إدمان سلبي إلى إدمان إيجابي بيعمل تغيير جذري جوه حضرتك. ما تنسيش تتابعيني وتفعلي أو تشتركي في البرنامج وتفعلي خاصية الجرس، وانتظريني في فيديو قادم إن شاء الله. سلام.